العيال، بص على العيال، يقول لي ست نعمي بقى ما اعرفش ايه. مش انت لما تشوفي حاجه زي كده المفروض تراقبي عيالك، تشوفي البنت بتعمل ايه، تشوفي الواد بيعمل ايه. لما تجيلك طفله زي كده تقول لك ما اعرفش يا ماما انا شفت اخويا وهو قالع هدومه ونايم في اختي، ماشي؟ يعني لسه دلوقتي قايله لي حاجه بتقول انت وانا بقت. دي قصة أم زياد وهبة. دي واحدة طلعت على وسائل التواصل الاجتماعي عشان خاطر الترند والفلوس، شهرت بأولادها بالكلام اللي هي قالته في الفيديو. في حد عاقل عشان خاطر الفلوس يطلع يعمل كده يا جماعة؟ طيب انت دلوقتي اتحبستي وابنك اتحبس وشهرت ببنتك وبنتك طفلة، اما تكبر هتعمل ايه بعد كده؟ هي الفلوس نفعتك؟ استحالة. وبعد كده اتضح لنا ان ابنك مريض نفسي بسبب كتر المشاكل الأسرية اللي ما بينك وبين جوزك. وانا شايف ان انت اللي مريضة نفسية، عشان انت تطلعي تعملي حاجة زي كده يبقى انت اللي مريضة نفسية وانت اللي وصلتي العيال لكده. وطبعا مفيش حد بيعمل كده عشان خاطر الفلوس. وده موضوع من ضمن المواضيع السوشيال ميديا اللي عندنا طبعا يا جدعان في مصر. فطبعا يا ريت نفهم، ومش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل.